اسمع يا سيدي، الحكاية دي حصلت من حوالي 3000 سنة في طيبة بتاعتنا اللي هي الأقصر دلوقتي. دي كانت عاصمة الدنيا. كان في ست مصرية مش عارفين اسمها بالظبط، بس كانت غالبا بنت كاهن كبير، يعني من عيرة محترمة. الست دي فقدت صباع رجلها الكبير اليمين. طب والعمال؟ في الوقت ده الواحد لازم يكون جسمه سليم وكامل عشان يعرف يعيش مستريح في الحياة اللي بعد الموت. ده كان اعتقادهم. ومش بس كده، هي كانت عايزة تمشي طبيعي في الدنيا برضو. الشغلانة بتاعة الدكتور الصانع، الدكتور المصري القديم، أو ممكن نقول الصانع الماهر، قال نعمل لها صباع جديد، بس مش صباع ديكور كده وخلاص. الخامات النظيفة، جاب خشب نظيف ونحت منه شكل الصباع بالملي عشان يبقى شبه صباع. لو حابب تسمع باقي القصة الجميلة، اضغط على العنوان الموجود أمامك على الفيديو.